النهاردة أكلتنا أكلة صعيدية. تعالوا بينا نشوف ايه هي. هنحط البامية على العدس، يا ترى هتطلع أكلة ايه؟ ويا سلام على الطشة والريحة والكزبرة. أحلى أكلة ممكن تاكليها، مش لازم لحمة ولا فراخ، بس في أكلات شعبية لو كلتيها تغنيكي عن اللحمة والفراخ، وكمان مفيدة وفيها بروتينات. تعالوا بينا نشوف الطريقة وهقول لكم اسمها ايه. أول حاجة هنعملها، طبعا أنا هعمل لكم مقدار قليل. أنا كان عندي هنا كوباية عدس أصفر، هنحطه في حلة، وبعد كده هنحط عليها معلقة توم وبصلاية، وهنحط طماطماية وجزراية، زي ما بالظبط بتعملي شوربة العدس بالظبط. هتحطيها وتحطي مية تغطيها، ما تكونش مية كتير، يا دوبك تتغطى لغاية بس ما يستوي الحاجة دي كلها. هنحطها بعد كده، انا بعد ما اغطيها بالمية هحطها اوطي عليها، وخلي بالك عشان بتفور، توربي بس الغطا شوية، وبعد ما تستوي وتجسي الحاجة انها خلاص استوت، اطفي عليها لغاية لما تهدى بالمنظر ده. كده انا خلصت تسويتها خلاص. انا دلوقتي هجيب الهاند بلندر، لو مفيش الخلاط عندك هيتضرب عادي، هتضربيه بقى كله في الخلاط او بالهاند بلندر لغاية لما كله يدوب ويبقاش فيه اي تكتلات. المرحلة دي كويس جدا. خلاص ضربناه بقى بالمنظر دوت. هنعمل ايه بقى الخطوة دي؟ هنبتدي ان احنا نركن العدس كده على جنب. خلاص الخطوة سهلة جدا ما فيهاش اي مشاكل. بس كل اللي هنعمله ان احنا هنملحها ونحط كزبرة ونحط كمون، الحاجتين دول اساسيين. ولو في يعني ربع معلقة من الكركم، برضو بتبقى الكركم مفيد في الاكلات. عدس وكركم وكل الحاجات دي حلوة قوي في دخول الشتاء، الشربات والاكلات السخنة دي. الاكلة دي يعتبر احلى حاجة انها تتاكل برضو في الشتاء. المكون التاني بتاعي اللي هي البامية. انا هنا بجيب البامية، لما بجيب البامية بقعد انقيها، بتطلع منها بامية طويلة، بسيبها للاكلات دي، بفرزها، ولما بستخدمها للاكلة ديت بطلعها وبقطعها شرايح زي ما انتوا شايفين كده. عشان بعد ما هقطعها هنزلها على العدس. بصوا، انا معلش الحته دي اتقطعت مني. انا بعد ما قطعتها نزلتها على العدس. انا بس هديله حبه ميه صغيرين واحطه على البوتاجاز لغايه لما الباميه تتهرك او تتفرك مع الشوربه بتاعه العدس. زي ما انتوا شايفين هي فيها قطع، بس خلاص لو انت عايزه تديها ضربه، لكن هي كده احسن. هي اتهرت اصلا في قلب العدس. بعد كده خلاص استوت، البامية استوت وهركنها على جنب مع شوربة العدس. هبتدي ان انا اجيب بقى الثوم بتاعي والكزبرة، سمنة او زيت زي ما انت عايزة، والثوم بتاعي، وتعملي بقى احلى طشة. ودي اخر مرحلة بتعمليها في الاخر. مش عايزة اقول لكم على الريحة. والاكلة دي اسمها ويكا. ايوه اسمها الويكا الصعيدي. في ناس بتعمل طريقة اللي هي البامية بالشوربة، هي دي الويكا اللي معظم الناس عارفينها، لكن الويكا الصعيدي بتتعمل بالعدس بالمنظر ده. صدقوني انتوا لو جربتوها، مش عايزة اقول لكم، طب جربوها بس في حاجة صغيرة. عايزة اقول لكم ان كوباية الا ربع مثلا العدس دوت عملت لنا مثلا حوالي 3 اطباق وسط. وكمان الأكلة دي حلوة جدا للشتاء ودخول الشتاء، وبصراحة حلوة ومفيدة. وتاني حاجة يعني عشان تحلو أكتر، يعني نصيحة مني: بصل أخضر، عيش ناشف، بتنجان أو طماطم مخللة. وبصراحة بتبقى وجبة جميلة ومغذية وبتدفي. ومش عايزة أقول لكم ممكن تاكلوا منها أكتر ما بتاكلوا كمان خضار ولحوم. ولازم تنوعوا في الأكلات، علشان كمان الواحد ساعات بيزهق، وساعات بيحتاج لتغيير في الأكل. دي الأكلة دي زي النهاردة بقول لكم، وأكلة الويكا الصعيدي لازم تجربوها، هتعملوها أنا واثقة على طول. لو عجبك الفيديو متنسينيش في لايك وشير للقناة، يوصلك كل جديد.